السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب جروب أم حمزة للتسويق. أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب أم حمزة للتسويق، كذلك جروبنا على الفيسبوك أم حمزة للتسويق. ده بقى ليفل الوحش، أعلى هاند بلندر موجود في السوق من أقوى شركة، هي شركة براون الألمانية. صراحة هي طبعا أكتر شركة متفوقة في ناحية الهاند بلندرات، عندها موديلات وإصدارات كتيرة. ميني بريمر 5 و3 و5 و7، واللي معانا في الفيديو ده هو أعلى إصدار اسمه براون ميني بريمر 9. ده بيجي الموتور بتاعه يا جماعة 1200 واط. بيجي بقى كافة الوظائف، كافة الوظائف. هو هنا 9 في 1، اكسسواراته كتيره ومتنوعه. وخدوا بالكم ده الاصدار مش موجود في مصدر يا جماعه، خدوا بالكم من رقم الموديل. ده رقم الموديل بتاعه ام كيو 9187 اكس ال، ام كيو 9187 اكس ال. طبعا شركه براون شركه الماني، بتصنع كل منتجاتها. الديزاين والتكنولوجيا كلها تلاقيه دايما كاتبين ديزايند ان جيرماني. اللي يضحك عليكم يقول لكم براون الماني او تصنيع الماني، ما فيش براون الماني، على طول اعرفوا ان الجهاز مضروب. الجهاز يا جماعه بيبقى التصميم والتكنولوجيا الماني، بيصنعوا جوه الاتحاد الاوروبي، يا اما في رومانيا يا اما في بولندا. يعني الهاند بلندر ده هتلاقيه هنا تصنيع بولندي، سوري روماني. اهو خليني اوريكم، اهو 1200 واط مكتوب عليه ميد ان رومانيا، اهو صنع في رومانيا. معرفش باين ولا لا، اهو تصنيع روماني والديزاين والتكنولوجيا الماني. ده كده الهاند بلندر، تكنولوجيا عالية جدا ومواصفات عالية جدا. خلينا كده اوريكم الوظائف اللي موجودة عنده على الكرتونة. طبعا هو ديزاين زي ما انتم كاتبين، اهو ديزاين اند انجينيرد باي براون، التكنولوجيا بواسطة براون، دي لونجي براون، مش عارف ايه المبنى بتاع براون. وطبعا اهو ميد ان رومانيا، تصنيع روماني اهو. تمام، خلينا بقى نشوف الوظائف. هو طبعا ميزته ان هو متعدد السرعات. السرعات فين بقى يا جماعة؟ بمجرد الدوسة، كل ما انت تتعمق في الدوسة كل ما هو سرعته تزيد، وده المميز فيه. فطبعا اول حاجة بيجي معاه السلاح بتاعه اللي هو البليد ستانلس ستيل. طبعا ده ستانلس ستيل بالكامل، وادي السكينة بتاعته او الشفرة معدن بالكامل. دي اللي بتستخدم بقى لعمل الشرب وعمل العدس، شوربة العدس وفرم كل الحاجات. وبيجي طبعا معاه قطعة الويسك عشان نضرب البيض والكريمة. ادي القطعة بتاعة الويسك اللي بتضرب البيض والكريمة. كمان بيجي معاه كبة صغيرة ساعتها. لا، الاول نتكلم على القطعة بتاعة هرس البطاطس. ادي القطعة بتاعة هرس البطاطس اهي يا جماعة، هي دي اللي بتستخدم في هرس البطاطس. بيجي معاه كبة 500 ملي، دي بقى لتقطيع البصل والعمل المكونات. ادي القطعة اهي، الكبة اهي منفصلة. وطبعا القاعدة بتاعتها كاوتش عشان خاطر ما تتزحلقش على الترابيزة. وطبعا بيجي معاها بقى الكبة سلاحين مختلفين، ده السلاح اللي هو بتاع تقطيع البصل، وده السلاح بتاع جرش التلج او عمل العصاير، اهو يسحق التلج لعمل المشروبات. نفس السلاح اللي هو بيجي مع الكبة، اللي هو السلاح اللي هو ده شكله. وطبعا بيجي معاه بقى الكبة الكبيرة اللي هي ساعتها بتاخد ساعة لحد 2 لتر. بيجي معاها كذا حاجة. اول حاجة قطعة المعجنات اللي هي دي اللي بتعمل المعجنات، عشان تضرب المعجنات نقدر نعمل بيها مثلا بيتزا زي ما هو باين في الصورة. وبيجي معاها السلاح اهو اللي يقوم بعمل المعجنات. وفي القطعة طبعا بيجي معاها بقى اسلحة كتير. طبعا دي القطعة الرئيسية اللي هي بتاعة التقطيع، السلاح الرئيسي. وبيجي معاه طبعا الشفشق ده عشان نقدر نستخدمه
كخلاط. بيجي بقى معاه 5 شفرات انا اسف اهم، اللي هم ال5 شفرات دول اللي بنستخدمهم مع الكبه، اللي بتعمل كل الاشكال اللي احنا عايزينها. يا اما تعمل خيار شرايح، يا اما تعمل البصل شرايح، يا اما تبشر في بشر ناعم وفي بشر انعم، وفي بتعمل البطاطس صوابع. خليني اوريكم الاسلحه دي كلها. ادي الشفرات يا جماعه اللي بتيجي معاها. خلينا بقى نوريكم. اول حاجه سلاح البشر، دي بتبشر رفيع، دي شفره للبشر الرفيع. وفي البشر الاكبر لو احنا عايزين نعمل بقى اللي هي بيقولوا عليها ايه، سلطه خيار، بتعمل البشر اللي هو الحجم الكبير ده. في كمان بتيجي معاها بتعمل شرايح حجم صغير اهي، لو احنا عايزين نعمل شرايح شيبسي حجم صغير. وفي شرايح حجم اكبر اهو، ده شكلها. وطبعا ده السلاح ده بيعمل برضو شرايح حجم مختلف، وزي ما انتم شايفين بيعمل زي صوابع رفيعة. وظائف كتير ومتعددة. دول 5 شفرات اهم، ادي 1 2 3 4 5، وبتعمل اشكال كتيرة ومتعددة. وطبعا معاه القطعة المدورة دي اللي بنقطع بيها بطاطس الشيبسي. هي دي يا جماعة القطعة اللي بتقطع البطاطس الصوابع، تعمل لنا احلى بطاطس صوابع ما شاء الله. وده طبعا القطعة البلاستيك اللي بتركب فيها الشفرات. استخدامات كتيرة متنوعة بصراحة. هاند بلندر تكنولوجيا عالية، وزي ما انتم شايفين هنا التحكم في السرعات من خلال الضغط. كل ما انت بتضغط اكتر كل ما بتحدد السرعة. طبعا في لوك امان ان انا لازم اضغط على الزرار ده. بصوا هنا شايفين هنا يحدد لك سرعة الدوران. يعني الاول بنضغط على الزرار ده عشان نقفل اللوك، كده احنا قفلنا اللوك اهو. كل ما ازود الدوسة بصوا اهو السرعة تبدأ تزيد. ما شاء الله هاند بلندر مميز. هنا بنقدر نضغط من خلال القفل. الهاند بلندر المميز من شركة براون. ده كده كان ريفيو سريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.